السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو عملته معاكم. معلش بقى على الغيبة الطويلة ديت. يلا بينا مع بعض نجهز غدا يوم الجمعة. هنعمل ان شاء الله غدا سهل خاص وخفيف وخفيف جدا. نحمر الفراخ في الفرن من غير ولا نقطة زيت، هنحمرها تحت الشواية كده ومن غير اي اضافات خالص كده، هيكون خفيف خفيف. يلا بينا ندخل على الفيديو. اول حاجة كده معايا الفرخة، غسلتها ونضفتها ونقعتها بالطريقة اللي احنا متعودين عليها مع بعض، وعملناها كذا مرة مع بعض. تمام. هنا بقى عشان اطبخ الفراخ بقى بعرقها كده ومش عايزه اي نقطه زيت فيها خالص وعايزاها تبقى خفيفه. انا هنا سخنت حله الومنيوم. تمام. النار عاليه طبعا، ما تغطيش النار من غير ما يكون فيها نقطه زيت ولا نقطه ميه، وقمت نازله بالفراخ زي ما انتوا سمعتوا الصوت كده، صوت التش بتاعتها ديت، يبقى هي كده بقى خدت صدمه. وكل دوت والنار عاليه عليها. تمام. سيبها بقى كده ما تقلبهاش خالص، وحط بقى المنكهات بتاعتك بقى عليها. حط فلفل اسمر حبه، حط ورق لوري، حط فصين من الثوم كده صحيحين برضه بيخلوها طعم حلو. معايا 4 فصوص حبهان بس بقطعهم كده عشان اطلع النكهه بتاعتهم من جوه. وكل دوت والفراخ لسه بتاخد الصدمه من الوش الاولاني، لسه ما قلبتهاش خالص. ولما باجي اقلبها ما بقلبهاش بمعلقه ولا بحاجه، لا ده انا بقلبها يعني الحله كده بلفها من ايه، من الجزء الايادي بتوع الحله، وبقوم لفه الايه الفرخه كده، فاهمني؟ ما بتقلبيش بمعلقه. هنا بقى جهزت بصله وطماطم وقرن فلفل والبهارات، ملح وفلفل اسمر بس. انا كان زمان يا بنات امهاتنا ما كانتش بتطبخ غير بفلفل اسمر وملح، والله لا زودت كمون ولا كزبره، ما كانش عندي اصلا. تمام. فانا قلت امشي ايه بالموجود، وكان ما شاء الله الاكل كان جميل جدا وخفيف وكان نفسه جميل جدا. اهم حاجه يا جماعه إيه قبل ما تطبخ اي حاجه تكوني مسميه كده والاكل ان شاء الله يطلع معاك حلو لو باقل المقادير خالص. تمام. معايا هنا بقى ايه طماطم اهي عشان نعمل ايه تسبيكه ايه ممبار وكوسه. تمام. طماطم هي معايا، ومعايا حطيت معاها قرن فلفل احمر ونص قرن شطه عشان يبقى مشطشط كده. معايا هنا بصله واحده اهي عشان كل البصل بقى ب50 جنيه، فبصله واحده تقضي الغرض، لان انا معايا كيلو ونص كوسه بس او 2 كيلو، مش كتير يعني. فبصل واحده حلوه مع معلقه تومه اهيت. تمام. وقمت نازله عليهم بفلفل احمر وفلفل اخضر برضو بتطلع ريحه الفلفل الاحمر والاخضر تبقى جميله. ومعايا طماطم بقى كده، وقمت نازله عليها بالطماطم. هزود لها برضو ايه معلقه من الصلصه كده عشان ايه تعزز اللون بتاعها. ومعايا برضو هنا طماطم اللي فضلت اهيت سبكتها في حله تانية هيبقى للسجق. تمام كده. هنا الفراخ بتاعتنا اهيت بعد ما شربت من التتبيله اللي احنا حطيناها البصل والطماطم واتبخرت كده بقت بعرقها. قمت نازله عليها ايه بكوبايتين من الميه عشان عايزه بس الايه الشوربه بتاعت الفراخ نعمل بقى ايه نسقي بها الكوس. هنا بقى خلطه الممبار بتاعنا. معايا هنا كوبايتين من الرز هم غسلاهم ومصفيهم ما تنقعوش ولا حاجه. ومجهزه بصل مبشور في الكبه تمام ناعم، ومجهزه شبت وتوم وفلفل احمر على اخضر. تمام. اهوت كل اهوت هنزل بقى الخضار بتاعنا اللي هو التوم والشبت والفلفل الاخضر والاحمر وحرك على الرز. تمام. وهقلبهم بقى كده اهو هقلبهم. وكانت في الوقت دوت كانت التسبيكه الطماطم بتتسبك معايا، أنا مش عايزه يكون فيها ميه خالص، عايزاها تكون متسبكه كويس جدا جدا. هركن بقى الرز بالخضار كده، واقوم نازله بالبصله بتاعتي عليها فلفل اسمر وملح وشويه شطه صغيرين. حتى الشطه بتاعتنا كانت بارده ما هيش حراقه قوي يعني ولا حاجه، كان يعني عادي، كانت فيها سنه حراره بسيطه. قمت نازله بالبهارات بقى كده على البصله، وقمت دعكهم كويس جدا جدا، هدعكهم بقى كويس. واقوم واخده البصله بتاعتنا بقى كده بعد ما اتدعكت كويس جدا جدا. تمام. ونزيت الميه بتاعتها ونعمل تحت ايدك، وبقوم نازله عليها بقى إيه على الرز بتاعنا. تمام كده. وهقوم مقلبه بتاعتي بقى، هي الطماطم بتاعتنا هي متسبكه كويس جدا، شايفين مفيش فيها لا ميه ولا حاجه، ناشفه وكويسه جدا جدا هي. بس لقيتها قليله كده وما عادش عندي طماطم، فبعت ابني جاب لي باكوين من الصلصه من السوبر ماركت جنبنا. كنت حطيت بقى البهارات، حطيت قرفه وحطيت فلفل اسمر وبهارات فراخ وحطيت ملح وشويه ملح وخلاص. وحطيت هنا معلقتين من الزيت هم عليه عشان الممبار بتاعنا من غير زيت خالص. تمام. قمت نازله عليهم بباكو من الصلصه بس يعزز لي الطعم بس كده، وقمت مظبطه البهارات بتاعتها، وبقى كانت جميله جدا، الخلطه كانت جميله جدا يا بنات. هنا بقى كانت غاسله الممبار بتاعي كويس جدا جدا، ملح وليمون وكمون وخل وشويه كمون وشويه كمون برضو بقطع الزفاره، عندي شويه جنزبيل حط شويه جنزبيل، اي حاجه بتقطع الزفاره اقطع الزفاره. اهم حاجه من الزفاره كلها يكون مغسول كويس جدا جدا، وتكوني شايله الريمه اللي عليه، وتكوني نقعاه بالدقيق وكل حاجه، وان شاء الله هيبقى معاكي تمام. واهم حاجه في الممبار يبقى متنضف كويس جدا. دي الطريقه التقليديه بتاعتنا اللي احنا بنحشي بيها الممبار، وبتتعمل ما شاء الله بسرعه بسرعه بسرعه، بتكوني مخلصه معاكي كله ممبار. اهم حاجه بقى وانت بتحشي الممبار ما تملوش قوي عشان ما يفرقعش وما يبقاش حصى معاكي.
تمام. انت لو مليتيه قوي هيفرقع معاك والرز من جوه هيبقى حص. شايفين انا مبططه الرز خالص ازاي؟ ده خلاص دي الطريقه الكويسه بتاعته اللي ما يفرقعش منك ولا يحصل له في اي حاجه. تمام. هعمل كمان مره اهوت، هعمل بس معاكم كده مره ولا اتنين كده، وبقوم ايه فاصله الكاميرا وعامله كله بقى مع بعض. ودي برضو طريقه اهيت، بفتح كده الممبار بايدي الاتنين كده بصوابع الاتنين، واكون بعبي كده زي اكنك بتعبي بقمع كده. شايفين؟ ما هو خلص اهوت، وبقوم منفضه بقى الرز من حواليه كده. تمام. اكمل بقى الكميه بتاعتنا كده بقى، ونرجع نشوف تاني مع بعض. كنت مجهزه بقى ايه حله على النار، سايبه الميه بتاعتها تغلي بقى كده، وقمت نازله عليها بورق لوري وحبهان وفلفل اخضر على احمر اهو كمان، وبنزل عليها بعود قرفه برضو، طماطم وبصل وتوم، بحط فيها جميع كل شيء. اي حاجه بتدي منكهات بنزل بالميه بتاعت الممبار دي فيها. ورق لوري كمان اهوت، وبنزل برضو بفلفل اسمر حصى، وبنزل بحبهان وعود قرفه كده صحيح اهو. عند الفصايح اهوت بيبقى خليه جميله جدا جدا يا بنات، ومستحيل تشم فيها اي ريحه خالص مش حابه، مستحيل. ترى دي حلوه، جربوها وان شاء الله تعجبكم باذن الله. الميه بتاعتنا بقى بعد ما غلت اهي، وبحط الملح بقى ايه بعد ما بسقط الممبار بتاعنا. تمام. هقوم راجعه بقى ايه، انا ماسكه الممبار بتاعي كده من الطروف بتاعته، بقوم نازله مسقطاه كده. هو اول ما بنزل بقى بتعرض للسخونيه بتاعه الميه ديت، بيكش كده بقى ايه وبيضم مع نفسه كده، فاهميني اهو. وبقوم مسقطاه كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اتمنى لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو اشتركوا معايا في القناه وفعلوا زر الجرس على قناه الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد بقدمه. ومعلش جدا، معلش يعني اللي انا بتاخر في الفيديوهات، بس ان شاء الله ان كده نتشجع ونتحمس مع بعض. وبصراحه يعني من يوم ما غلاء الاسعار ازاي، الواحد ما عادش عارف اصلا يصور ايه ولا يطبخ ايه بصراحه. الحاجه بقت غاليه والدنيا كلها بقت غاليه، فالله المستعان. هنا بقى معايا كوسه بقى اهوت، قورتها وغسلتها كويس جدا جدا عشان بيبقى في مليانه رمل طبعا. غسلتها قبل وبعد، قبل التقوير وبعد التقوير برضو غسلتها كويس جدا. تمام. هحاول بقى هحشي معاكم اتنين كده. تمام. المقوار الكوسه بقى اللي بيطلع من قلب الكوسه بقى كده، قلب الكوسه بحطه في ارضيه الحله. تمام. عشان خاطر ما بحطش تحتها ولا بصل ولا اي حاجه. دي شكل الكوسه بتاعتنا بعد ما خلصت خالص. هحط عليها هصفي بقى الشوربه اللي احنا عاملينها الجميله بتاعت الفراخ الجميله. لازم تصفيها بس مصفى كده. وبتحطي نص الحله بتاعتك، يعني الشوربه شوفي باينه حاجه بسيطه من، يعني الشوربه مغطيه الطبقه الاولانيه بس من الكوسه، انما الطبقه التانية الكوسه كده كده هتنزل ميتها، وكده كده يعني الشوربه هتغلي وهتستوي منها فيها. الكوسه ما بيتزودلهاش ميه كتير. دي شكل المبار بتاعنا اهوت بعد ما خلص اهوت وكش اهوت، وما شاء الله كان جميل. وما نزلش منه رز كتير جدا ولا حاجه منه فرقعت، اقسم بالله في حاجه منه فرقعت خالص. ليه؟ عشان احنا حشينه مظبوط. ده شكل الممبار بتاعنا بعد ما حمرت اهوت، والكوسه بتاعتنا بعد ما استوت. تمام. كانت مهريه وما شاء الله كانت جميله. الفراخ بتاعتنا حمرتها على الشوايه تحت الفرن من غير زيت. الزيت غالي برضو وكل حاجه بقت غاليه. فقمت حطاها على الصينيه كده ورصاها من غير زيت ومن غير حاجه، وخدت لون جميل ذهبي، وكانت خفيفه جدا جدا في الاكل. لايك وشير بقى الفيديو لو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.